مساء الخير، معاكم أنا محمد سلوكي، صيدلي وحاصل على ماجستير إدارة أعمال. هنتكلم النهاردة عن المشتريات وإدارتها وقد إيه هي مهمة في الصيدلية. طيب، أول حاجة إدارة المشتريات في الصيدلية قد إيه هي لو اتدارت صح بتقلل الهالك، بتزود الربحية، وبتقلل الهيدك كمان بتاع طلب النواقص كل يوم والتفاصيل بتاعته. وهنشوف ده مع بعض النهاردة إن شاء الله. أول حاجة هنشوف العلاقة بين المشتريات والمخزون والربحية والكاش فلو، وقد إيه دول كلهم بيأثروا في الآخر على الربحية اللي بتطلع من الصيدلية. وإيه الأخطاء اللي إحنا بنعملها وإحنا بنشتري. زي ما كلنا بنشوف صيدليات كتير قوي، الناس بتشتري بناء على يعني الرف، بيبص على الصيدلية عنده يشوف الصنف ده فيه منه علبتين فيجيب خمسة، يجيب ستة في آخر بعدها بست سبع شهور الصنف يطلع بقى العلب تتقطع، يطلع فيه مشكلة، يطلع فيه اكسبايرد. عشان من الأول كان يعني ما اشتريناهوش صح، اشتريناه بناء على إحساس مش أرقام. تاني حاجة طريقة كتابة النص. والأخير بقى عدم تتبع حركة النص. ده كله هنعمله مع بعض النهاردة، وهنشوف قد إيه هو سهل إن شاء الله. بعد كده هنجهز البي او مع بعض، هنجهز امر الشراء مع بعض. هنشوف ازاي بنقسم الاصناف لثلاثه كاتيجوري: A و B و C. الاي ده الفاست موفينج او الاصناف اللي بتحقق تقريبا 70 او 80% من بيع الصيدليه. والبي ده الميديوم، الاصناف اللي يعني محتاج وانا بطلبها ابقى شايفها كويس، ابقى يعني بطلب الكميات اللي يا دوب تمشيني، لان هي دي اللي بيطلع منها كميه اكسبورت كبيره. والسي بقى الاصناف اللي حركتها ابطا شويه، اللي ببيع منها مثلا في خلال الشهر مثلا ببيع علبه واحده، يمكن اقل كمان. هنقسم الاصناف للثلاثه كاتيجوري دول علشان نبقى شايفين التفاصيل بتاعتهم. وعندنا طبعا في حاجه اسمها قاعده باريتو ال 20 80، دي بتقول ان 20% من الاصناف بتحقق 80% من المبيعات، وده هنشوفه برضه فعلي مع بعض النهارده. وهنشوف ازاي بنحدد الطلب الموسمي او الاصناف اللي مع دخل كل موسم، او مع دخل الصيف مع دخل الشتاء، الاصناف اللي ببقى محتاجها او ازاي اطلعها برضه. وده هنعمله تدريب عملي مع بعض دلوقتي. هيبقى معانا في اكسل شيت. ده برضه الاكسل ده احنا اشتغلنا عليه قبل كده. سريع كده نرجع في الخطوات عشان نعملها مع بعض. اول حاجه ده شكل الاكسل. الاكسل ده مطلعه انا مثلا من بي كونكت، بيبقى عباره عن مبيعات الصيدليه في خلال 6 شهور. فاللي انا بحتاجه الشيت بيبقى اكبر من كده بكتير. اللي انا بحتاجه يكون موجود في الشيت: كود الصنف، اسم الصنف، سعر البيع، الشركه المنتجه، مبيعات 6 شهور، ورصيد بتاع الصنف. بعد كده بعمل ايه؟ بروح مخلي الشيت ده كله اظبط شكله شويه. من هوم هنا بدوس فورميت از تيبل، وبختار اي شكل من الاشكال دي. خلينا حتى المره دي نختار مثلا خط الشكل الاحمر ده، يحدد لي يقول لي انت محدد لازم اكون محدد الاول الكولومز اللي هتدخل في التيبل ده. فبدوس اوكي، اتغيرت معايا. الاول ده الشكل ده بيخليني شايف طبعا كل صنف بوضوح اكتر، بيخليه يحط لي فلترز على كل صنف. يعني انا لو من هنا محتاج مثلا اطلع كل الاصناف بتاعت اي يو جي مثلا، بدوس هنا وبعرف اصناف الاي يو جي مثلا اللي بتتحرك عندي في الصيدليه كلها، ببيع قد ايه في خلال 6 شهور. فلو انا بعمل شركه، بعمل دايركت اوردر مع الشركه نفسها، ببقى شايف ان انا ايه الاوردرز اللي انا محتاج احققها. لو في معايا ديل معاهم كبير او اي حاجه، ابقى برضو ما دبش الصيدليه في اصناف في الاخر تطلع اكسبيرت. في الاخر لو انا عايز حتى هنشتغل على الاصناف وعايزين نحط لها تارجت او نشتغل عليها اكتر، ببقى عارف ان انا في خلال 6 شهور مثلا ببيع من كل صنف قد ايه. فانا حتى لو هحط تارجت يعني هحط ابقى شايف يعني من ده مثلا الكيو رام ببيع منه 20 علبه. ف وده في 6 شهور. طب انا في الشهر الواحد ببيع منه قد ايه، وانا عندي رصيد منه قد ايه. فده اقدر ابقى شايف الاوردر اللي انا بعمله مع الشركه. ارجع تاني طبعا من هنا بعمل سيلكت اول، فبيجيب لي الحاجات كلها. هنبتدي نشتغل على الشيت ده. اول حاجه هنعمل انسيرت كولوم.
هتحط كولوم هنا وهنسميه 1 month سيلز او مبيعات شهر واحد. ده هنعمل ايه؟ هنقسم مبيعات 6 شهور على شهر واحد عشان نجيب المتوسط بتاع الاصناف دي. هنعمله ازاي؟ الهوم هنا هنعمل sum الاي او الكولوم بتاع اي 2 ده على 6، فهيديني مبيعات شهر واحد. والميزه اللي انا عملتها في التيبل، اي حاجه بعملها في اول كولوم بتتكرر في كل الكولومز، فمش محتاج ان انا اكرر معادلات او ان انا اعمل حاجه تاني. ده عملت مبيعات شهر واحد. تاني حاجه عايز اعملها، عايز اعرف في شهر واحد انا ببيع بكام في الصيدليه، وده برضه متوسط. يعني ممكن الشهر اللي فات اكون بعت احسن، الشهر اللي قبله اكون بعت اقل. ده بيديني متوسط برضه عشان اقدر احكم على الصيدليه بصوره اشمل شويه. فبرضه هنا هنعمل انسيرت كولوم، هنسميه ده توتال مانثلي او اجمالي مبيعات شهر. والاوتو سام برضو هنضرب الاجمالي ده في سعر البيع، عشان كده قلنا ان احنا عايزين نسيب سعر البيع ده مضروب فيه سعر البيع بتاع الصنف. هنا هيديني التوتال بتاع كل صنف تقريبا متوسطه في الشهر ببيع منه كام علبه وبكام. ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في كذا نقطه. يعني الاول حاجه عايز اعرف متوسط بيع الصيدليه، من هنا هدوس انسيرت هيجمع لي الصم هنا ان التوتال بتاع بيع الصيدليه دي تقريبا بتبيع في حدود 296,000، يعني بنتكلم في حدود 300,000 جنيه تقريبا. يعني متوسطها 10,000 جنيه في اليوم. صيدليه يعني نقدر نقول بارقام النهارده اقل من المتوسط. طيب الصيدليه دي فيها رصيد من كل صنف طبعا، وده اللي جاي من السيستم نفسه. الأرصدة دي لو مظبوطة يبقى كويس جدا، مش مظبوطة هقول لك برضه هنتصرف في الموضوع ده ازاي. لأن للأسف كل الصيدليات اللي كنا عملنا لها مراجعة أو اشتغلنا معاهم كان بيطلع المتوسطات دي أو الأرصدة دي بشكل كبير أوي، 60 70% منها غلط، وغلط يعني فرق كبير جدا كمان. ده بيساعدنا كمان اللي احنا هنعمله النهارده، هيساعدنا في الجرد، وهنشوف مع بعض ازاي ان شاء الله نقدر ان احنا نظبط كل تفصيل. طيب قلنا هنا ده اجمالي مبيعات شهر واحد. هنعمل كمان هنا عايز انسيرت كولوم، عايز اعمل الاصناف دي لمده اسبوعين، او يعني الكميات دي لمده اسبوعين، وهوريكم برضو ازاي وليه بنعمل لمده اسبوعين. هنعمل انسيرت كولوم هنا. عايز اقسم ده على الاثنين، عايز المبيعات لمده اسبوعين بس، او الاصناف ببيعها قد ايه لمده اسبوعين. ده وهقسمه على الاثنين. ده برضو الاصناف طبعا التوتال بتاع الاسعار هيبقى نص الاسعار دي، فانا مش محتاج ان انا اكرره تاني. بس انا عايز اعرف برضو يعني بخليه لوحده هنا نص الكميات علشان هحتاجها دلوقتي في كذا حاجه يعني. ماشي، اللي انا محتاج اعمله بعد كده انسيرت كولوم كمان. ده بس انا عايز عشان اعمل بلانك اشتغل بيه لو احتاج اعمل اي كولوم. طيب هنا زي ما قلت انا دلوقتي عارف الصيدليه دي بتبيع في كل شهر علب قد ايه، واجمالي سعرهم كام، بتبيع في الاسبوعين علب قد ايه، وده الرصيد الفعلي. طيب انا محتاج اعمل طلبيه دلوقتي مثلا من الصيدليه. فهقول ان انا مثلا ببيع في الصنف زي الكنترولوج ببيع 49 علبه وانا اوريدي عندي 8، فانا عايز اطلب 41 علبه. فبعمل دي معادله برضه عشان تبقى ثابته معايا فيها كلها. بقول له المبيعات شهر، اطرح منها مطروح منها الرصيد الفعلي، وهيديني التوتال بتاع الاصناف. طيب انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز ابتدي شغل على الاصناف دي. يعني انا هنا برضو في حاجه لازم اعملها. كوبي برضو. زي ما انا شايف هنا ان في اصناف عندي طالعه بالزيرو، طالعه بالماينس. ليه؟ لان انا مثلا ببيع
من الصنف ده 9 علب وانا اوريدي عندي 37. فالماينس ده هيبوظ لي الشيت، لان انا هاجي اجمع في الاخر عايز اعمل الطلبيه بتاعتي، وعايز اعرف سعر الطلبيه هيبقى بكام كمان. فالحاجات اللي بماينس دي هتطلع بماينس في الاخر في الطلبيه، هتعمل لي مشكله. فبعالج ده ازاي؟ بنعمل المعادله بتاعت اف. اقول له ان اي صنف من الكولوم ده مساوي لصفر او اقل من صفر خليه لي بصفر. ده بنعمله ازاي؟ بنعمل معادله اف. اف اخترنا اف، وبقول له لو ده اللي هو كي 2، شوف بقى اصغر من او اكبر من، انا للاسف مش عارفهم قوي. مش واضحين يعني معايا. لو ده اصغر من صفر، صفر، ونقفل. مم، عملنا حاجه غلط. لو انا مش محتاجين نحط هنا كوين. طيب، ظبطت اهي كل الاصناف اللي الاقيها بالماينس. هعملها لي هنا طبعا زيرو عشان بس ما اتلخبطش وانا بعمل الطلبيه. والاصناف دي برضه هقول لكم هنعمل فيها ايه، بس يعني خلينا الاول نجهز الاوردر بتاع الصيدليه. هنا بقى ده نسميه طلبيه او طلبيه شهر. دي او مانس، فور مانس. وده زي ما احنا عارفين كان دي او بي 4. ده قبل التعديل. طيب، ده الطلبيه، عايز اعرف الطلبيه دي هتبقى بكام. هاجي هنا برضو زي ما احنا عارفين ما عملنا قبل كده. هاخد ده كوبي. انا بس باخد كوبي من هنا علشان انا لو عملت هنا معادلات على ده على طول مش هيتكرر معايا بنفس التيبل، فانا باخد حاجه من هنا في الاخر ابقى بشيلها، ده بيسهل الدنيا اكتر يعني. كنترول في ينزل لي هنا المعادله. طيب انا عايز اقول له بقى العلب دي اضربها لي في سعرها. من انتو سم اقول له ده مضروب فيها. ده مضروب فيه سعر العلب. فهيديني هنا التوتال. طيب انا كده محتاج اشتري بكام عشان اوفر طلبيه الشهر عندي بالكامل. ادوس على ده هيقول لي انت محتاج 135,000 جنيه. يعني انا ببيع بمبيعات تقريبا في حدود 300,000 مشترياتي عشان احقق. وده برضو قبل ما نخصم الخصومات بتاعت الشركه. اشتريت منين، اشتريت بخصم اعلى، اشتريت اجل، اشتريت نقدي، كل التفاصيل دي. بس في الاخر انا المفروض ان انا اللي هشتريه الشهر ده يبقى بيدور حوالين الرقم ده 135. لو انا بشتري باكتر من كده وبحقق نفس المبيعات يبقى انا عندي مشكله كبيره جدا. فالمشكله بقى ان انا بشتري غلط، المشكله ان انا بشتري اصناف انا مش محتاجها. يعني المشكله فين بقى ندور عليها. بس انا المفروض ان انا اكون بشتري في الاخر في حدود الرقم ده. طب ده هنسميه توتال بي او. ده البي او بتاع الشهر بالكامل، المفروض يبقى قلنا في حدود الرقم. طيب انا كده عمال شغال على الشيت بس مش موضح قوي انا بعمل ايه يعني. بجهز الشيت زي ما بنقول. بس هنا بقيت عارف ان انا محتاج اشتري كميات قد ايه عشان تكفيني شهر، تكفيني اسبوعين. بقيت شايف كل التفاصيل دي. يمكن ده حتى مش مهم قوي لان انا هشتغل على ده على طول. يعني البي او بتاع الشهر ده اقسمه على الاثنين فيطلع لي بتاع اسبوعين بس. بس ادينا عملناه يعني بقينا شايفين برضه ان انا برضه يعني انا دلت انا مش محتاجه وهوريكم دلوقتي انا مش محتاجه تقريبا خالص. طيب فانسرت ده برضه ناخد ده معايا. وهنا هقول ده مبيعات البي او في 2 ويكس.
طيب قلنا ده هيبقى، أقسم الرقم ده بس، شوف وأحطه ده، أقول له ده أقسمه لي على الاتنين. دي الأصناف اللي تكفيني أسبوعين. الأصناف دي سعرها كام؟ ممكن برضو أعملها عشان بالمرة يعني أبقى شايف كل حاجة، مع إنه طبعا هيبقى نص الرقم ده، بس أعملها بالمرة عشان هحتاجها في الشيت بتاع الأصناف متوسط الطلب. يبقى ده مضروب فيه سعر البيع، حصل حاجة تقريبا عملنا المحاضرة في مكان مش مظبوط. طيب تاني ده، طيب زي ما تاني، ده مبيعات أسبوعين، ده مضروب فيه سعر البيع. طيب ده التوتال بتاع الأسبوعين، هنسميه برضه توتال اتش بي او. طيب هنا أنا برضه أشيل بقى الزيادات اللي أنا كنت بستخدمها دي كده، تقريبا جهزت الشيت كله بالكامل. هحتاج بقى دلوقتي إن أنا أطلع الأصناف اللي ببيعها، يعني أعرف بقى الأصناف اللي بمعدل بيعها أكتر من 5 علب أو 4 علب، أو حسب مبيعات الصيدلية عندي، واشوف بقى الاصناف سرعه الدوران عندي سعرها كام، واشتريها ازاي وتفاصيلها ايه. اول حاجه بعملها عندي مبيعات شهر هنا، اقول له انا محتاج فلتر من هنا، اقول له انا عايز الكريتر تاني، اقول له ان انا محتاج تطلع لي كل العلب الاكثر من 4، اللي ببيعهم اكثر من 4 علب، وهعمل اوكي. عمل لي فلتر على الاصناف. توتال الاصناف اللي بنتكلم فيها هنا تقريبا في حدود 230 صنف، توتال 230 صنف. الأصناف دي عايزين برضو إيه نفلتر الشكل العام كده عشان نبقى شايفين. باخدهم يعني، عملت دلوقتي الفلتر عليهم خلاص، أروح واخد كنترول إيه، أعمل سيلكت أول وأنقلهم، أحطهم في شيت تاني عشان أشتغل عليهم لوحدهم. نزلوا معايا في الشيت هنا، أسمي الشيت ده الفصل. طيب الأصناف دي أهي تفاصيلها كلها، ده سعر بيعها، ده الشركة المنتجة، ده مبيعاتهم في 6 شهور، أنا خلاص مش محتاجه، أفضل بقى أفلتر التفاصيل بتاعته. ده مبيعاته في شهر، بيبيع بكام، ده التوتال بتاعه، ده الرصيد الموجود، بي أو بي 4 أنا مش محتاجه برضه. ده هنا بقى يعني كده الشيت معايا جاهز. ده هنا بيقول لي ده محتاج إيه يكفيني لمدة شهر، ده بيقول لي محتاج إيه يكفيني لمدة أسبوعين. يعني هنا زي ما قلنا الأصناف دي كام صنف تقريبا، قلنا 230 صنف، ببيع بيهم بكام؟ تقريبا ببيع بيهم ب 155,000، يعني أكتر من في حدود 50 أو 60% من إجمالي بيع الصيدلية، كلهم 230 صنف. طيب أنا محتاج أشتري مثلا يكفيني الشهر منهم بكام؟ أدي التوتال بتاعهم، محتاج 70,000 جنيه. ميزة تقسيمة الفاست موفينج، أو إن أنا أفصل الفاست موفينج، إن دي أهم أصناف تقريبا، أنا بعتبرهم أهم أصناف في الصيدلية. ليه؟ لأن الأصناف دي اللي بتعمل لي تقريبا 60 أو 70%، يعني نص أو 60% من العملاء اللي بيدخلوا كل يوم بيسألوا على الأصناف دي. فلازم أكون موفرهم، يعني لو أقدر لو معايا بادجت إن أنا أوفرهم لمدة شهر مرة واحدة، هيقلل لي بقى الهيدك بتاع إن أنا أكتبهم في النواقص كل يوم وأدور عليهم، ولو هم خصوصا لو في أصناف منهم بتنقص أو يعني بيبقى فيها مشاكل، ببقى عارف إن أنا لو عايز أوفر منها لمدة شهر لمدة شهرين، أبقى عارف إن الأصناف دي بتبيع معايا كويس. وعملت لمده اسبوعين برضو عشان لو البادجت اللي معايا مش مكفي، فما ما اخدش مثلا
اول 50 60 صنف اشتريهم فيقع مني نواقص كتير، لا اشتري لمده اسبوعين وارجع اكرر البي او بتاعي تاني. بس اهم حاجه ان انا اوفر الكميه تكون كبيره، يعني لو قدرت ان انا اوفر من ال 230 صنف كلهم مره واحده هيبقى الموضوع بالنسبه لي طبعا ايه احسن. طب انا دلوقتي عايز ابعت بقى الشيت ده لشركه من الشركات، بدل ما انا افضل يعني انا لو بتعامل مع مخزن او مع شركه او مع حد هبعت له الشيت اقول له ان انا محتاج الاصناف دي. ف ولو انا بتعامل معاهم كويس ممكن يبقى هو نفسه المخزن عارف ان انا هطلب مثلا، رجعت الشيت وجهزت الاصناف خلاص، واقول له ان انا محتاج التفاصيل دي، طير الرصيد برضه انا مش محتاجه. واطير ايه كمان، كل الحاجات دي اعمل لها هايد خلاص انا مش محتاجها. سعر البيع ده ممكن اعمل له هايد كمان. طيب اعمل هايد لكل الحاجات دي. لو انا عايز ابعت الشيت يعني لشركه من الشركات، بقى معايا هنا الصنف الشركه المنتجه عشان لو عايز اسهل يعني على المندوب اللي بيطلب، ومبيعات شهر او اللي انا محتاجه لمده شهر. ممكن اعمل هنا برضو فلتر. من هنا برضو ممكن اقول له مش محتاج كل الحاجات اللي بزيرو، لان دي كانت ماينس معايا قبل كده عشان الشيت ما يبقاش مليان ادويه. فبعد ما شلت الحاجات اللي انا مش هطلبها يعني اللي هي قيمتها زيرو، التوتال بتاع الاصناف دي بقى كام صنف؟ بقى تقريبا 138 صنف، صار تقريبا في حدود 90 صنف ولا حاجه. وده برضه بيختلف من صيدليه للتانيه يعني. ودايما طبعا يعني بقرب الموضوع ده، لو انا اللي بطلب ببقى عارف بقى ان انا هطلب من ده مثلا، ممكن اطلب من ده 40 اطلب منه 50 حسب احتياجي في الصيدليه وحسب مبيعاتي في الصيدليه. انا برضو بيبقى عندي رؤية تانية ببقى يعني ما بقولش الشيت ده باخده مسلم بيه، بس باخده بقى بعدل عليه. يعني ده مثلا انا بشوف الصنف ده علبتين اخليهم اربعة، مثلا اخليه ده علبتين، عارف انه بيتحرك اكتر اخليهم ستة. كل التفاصيل دي ابقى انا ايه شايفها يعني. بس في الاخر هلاقيني بقيت بشتري الموضوع اسهل بكتير. كده اخترنا الاصناف سريعة الدوران، وشفنا كمياتها في الصيدليه، وشفنا بتبيع بقد ايه، وشفنا تفاصيلها بتمشي ازاي بالظبط. ندخل بقى على الاصناف الميديم او متوسطه الطلب. في نفس الفلتر ده كنا مختارين هنا greater than. هنيجي بقى less than or equal. هقول له انا محتاج العلب ما بين 2 ل4 علب. دي الاصناف متوسطه الطلب اللي انا ببيع منها في الصيدليه ما بين علبتين ل4 علب كل شهر طبعا. الاصناف دي التوتال بتاعها كام صنف؟ تقريبا بنتكلم في 494، يعني في حدود 500 صنف. الاصناف دي بقى هلاقي يعني دايما يعني الصيدليه دايما بيبقى مشاكلها في الاصناف دي، ان هو بيبقى مش قادر يحسب متوسطها كويس. ساعات الاصناف دي بتبقى مشاكلها انها بتنقص مثلا، فما ما ببيعش لانها مش موجوده، انما لو وفرت منها كميه اكبر هبيعها. وفي اصناف منها بتبقى مركونه عندي، فكل ما بتظهر افتكرها ناقص فاطلبها تاني، ففي الاخر الاقيها في الاكسبايرد والاقي فيها مشاكل كتير. 90% من المشاكل اللي بتبقى في الصيدليه في المشتريات بتبقى في الشيت ده. فده يعني بتعامل معاه بحرص شويه، وده اللي قلنا عليه ان انا بعمل التو ويكس بي او ده علشان اطلب الاصناف دي. يعني انا دايما بحب اطلبها لمده اسبوعين عشان اريح دماغي من الهيدك ده. طيب هنا قلنا الاصناف دي التوتال بتاعها تقريبا في حدود 500 صنف. طب الاصناف دي بتبيع لي تقريبا بكام؟ توتال مانث بي او اهو، توتال مانث سيل. بنتكلم تقريبا في حدود 62000 جنيه، يعني 500 صنف تقريبا بيتكلموا في 20% من مبيعات الصيدليه. وطبعا مش قليل يعني، مش هقدر اتجاهله ومش هقدر اطنشه، بس لازم اتعامل معاه بحرص. زي ما قلنا قبل كده ان الاصناف دي يعني وانا بشتريها، يعني لو انا فاصلهم فبشتري الاصناف دي لوحدها، وانا بستلم بقى راجع الاكسبايرد، راجع العلب لو في حاجه شكلها مش كويس الاكسبايرد بتاعها قريب، ارجعها مش مضطر ان انا اخدها يعني. طيب قلنا التوتال بتاعهم.
بروح برضو كنترول اي، واخد التوتال بتاعها كنترول سي، اعمل له كوبي، وهنا اسمي الشيت ده ميديوم، اروح كنترول في منزله هنا. دايما بحب افصل كل اصناف لوحدها عشان ما اعملش لخبطه في الشيت وانا شغال. اعمل برضه سيلكت اول وادوس دبل كليك هنا، هيدي كل مكان هيبقى يعني باين كويس. اللي انا محتاج اشيله تاني بعد 6 شهور خلاص انا مش محتاجها، ادلتها خالص. الرصيد الفعلي، البي او بي 4، بي او افتر بي 4 ده برضه خلاص انا مش بحتاجه. انا ببص عليه برضه عشان ده هبص عليه بقى لوحده، اشوف الاصناف اللي بماينس هنفصله لوحده دلوقتي ونشوف الاصناف دي مشاكلها ايه وتفاصيلها ايه. توتال مارك بي او، 2 ويكس بي او، خلي اسيب الاثنين قدامي. يعني انا دايما بحب بصراحه اشتري من الاصناف دي لمده اسبوعين بس، يعني تشوف الطلبيه بتاعت الاسبوعين هتبقى عامله كام تقريبا. عامله بي او، عامله 14500. فانا يعني انا بحب بصراحه اشتري الاصناف دي لمده اسبوعين، يعني لو انا حتى مش فاضي او مش قادر ابص كويس، مش قادر اركز فيهم، ابقى عارف الاصناف دي بطلب لمده اسبوعين بس، عشان ما يعني واكررهم كمان اسبوعين تاني، اعمل الشيء تاني ما عنديش مشكله، بس ما يطلعش عندي اكسبيرت كتير وما يطلعش عندي مشاكل في الصدريه كبيره. طيب، اقدر برضو اعمل هايد للكلام ده كله وابعت الشيت ده زي ما هو برضه، زي ما قلنا ندوس نعمل توتال هنا فورمات ذا تيبل، عشان اجيب لون تاني عشان يبقى واضح ما يبقاش كل حاجه شبه بعض. هنا اقول له شيل الحاجات اللي بالزيرو، او كام صنف، هيلاقيهم قل كتير طبعا. التوتال بتاعهم بقى 230 صنف، لان زي ما قلنا قبل كده معظم الاصناف دي بقى موجود اصلا في الصيدليه. فده ال 230 صنف دي بالكميات اللي بتكفيني لمده اسبوعين. فدي الحاجات اللي انا يعني برضو لو بتعامل مع شركه، بتعامل مع حد، اقدر ان انا اديهم له زي ما هم كده، اقول له اطلبهم لي. عايز هو يقسمهم شركات عشان يسهل الموضوع على نفسه، الموضوع هيبقى متاح وسهل. عايز يطلبهم زي ما هم، هيبقى الموضوع برضو بالنسبه له سهل. ويقدر برضو لو انا بتعامل مع حد مثلا مخزن ولا حاجه، انا كنت بتعامل معاه بعت الشيت زي ما هو كده، بيصفر لي الاصناف اللي هو طلبها، والباقي اروح واخده بعته المخزن تاني. فبيبقى الموضوع سهل، يعني ما بيبقاش مشكله كبيره، وبيتراجع طبعا. يعني المفروض ان انا وانا براجع بقى بقارن المشتريات اللي جت بالشيت اللي انا كنت بعته له. طيب، هنا بقى في توتال مانث سيل احنا كنا مختارين قبل كده less than or equal من 2 ل 4، نختار بقى اللي اقل من علبتين. الأقل من علبتين ده طبعا دي كوارث اللي في الصيدلية، يعني دي الأصناف اللي ببيع في كل شهر أقل من علبتين. الأصناف دي يعني المفروض أشتري منهم علبة واحدة، غير طبعا لو الأصناف كانت يعني حاجة زي بتستارت. طبعا أنا كنت ببيع علبة واحدة عشان مش عندي، أو ما ببيعش منه عشان ما بعرفش أجيبه. بس في أصناف كتير قوي منهم بتبقى مركونة تقيلة، تفاصيلها فيها مشاكل. ف وهي دي طبعا اللي بتبقى لو حد كمان بيفرش صواليه جديد، بيطلب منهم كميات بيبقى مش عارف قوي، يطلب منهم اربعات خمسات، يطور البادجت اللي معاه، وفي الاخر الاصناف دي تتركن وتفضل معاه بقى بيدلل عليها. ناخد برضو كنترول ايه، خدنا الشيت كله، نقلناه، شيت جديد هنزله. دوسنا على حاجه غلط واحنا بنعمل كنترول ايه، كوبي، سكند شيت، نزلناه. ده التوتال بتاع الاصناف. برضو هرجع تاني ابص عليه، الأصناف دي التوتال بتاعهم كام صنف؟ طبعا هلاقي كتير جدا، في حدود أهو 450 صنف. طيب الأصناف دي بتتباع لي بكام في الشهر تقريبا؟ توتال مارك سيل بتبيع تقريبا في حدود 50,000 جنيه، يعني بنتكلم في 20% من بس مقارنة طبعا باللي قبلهم، دول حجمهم كبير جدا. الأصناف دي بشتري منهم إيه؟ بشتري منهم علبة واحدة بس، يعني زي ما قلت أنا ببيع أوريدي أصلا منهم
شريط ببيع منهم كل شهر شريط، علبة كتير قوي، فبشتري منهم علبة واحدة بس. بروح جاي هنا أقول له شيل لي يعني الأصناف، تعالوا برضه مع بعض كده نعمل برضه فورميت تيبل عشان يبقى الموضوع بالنسبة لنا واضح. أوكي، أقول له أنا مش محتاج كل الزيرو، يعني اللي في منهم عندي أوريدي موجود في الصيدلية. بي أو فور مانث أهو، كله شيل الزيرو كله. يمكن كمان الحاجات اللي حوالين الزيرو دي، بس خلينا في الزيرو بس عشان الحاجات دي ساعات بتبقى فيها مشاكل في الرصيد، فيها مشاكل في حاجة، فبشيلهم. بقوا كام الباقي اللي فاضل لي؟ 217، نصهم تقريبا طار، يعني دول اوريدي موجودين عندي في الصيدليه عشان اخلي بالي بس ما اشتريهمش مرتين. وده التوتال بتاعهم. بروح باعتهم، يعني الشيت اهو دي الاصناف، اروح باعتها المخزن ولا لاي حد اقول له اشتري لي، انا عايز علبه واحده من كل صنف من الاصناف. يعني ممكن ابعت له حتى اسامي الاصناف بس، مش محتاج اي حاجه، اقول له الاصناف دي انا محتاج منها من كل حاجه علبه واحده. فبالنسبه لي وفرتهم، اشتغلت عليهم، ما ضروش مني. بعد كده نيجي بقى على الرواتب. اقسم ده اللو، نقسمهم ورا بعض، فاست وميديوم لو. نيجي هنا بقى الرواكب. هنيجي هنا نقول ايه بقى للشيت بتاعنا اللطيف ده. هنيجي نقول في البي او بتاع الشهر الشهور ده، اقول له انا عايز من هنا، اقول له عايز ذان العلب اللي بتبيع، اللي انا محتاج اشتريها اقل من علبه واحده، او اقل من الزيرو كمان. خلينا عشان نبقى ايه، يطلع لي كل الحاجات الماينس. الحاجات دي كلها اللي عندي رصيد في الصيدليه اكتر من اللي انا ببيعه. يعني دول الحاجات اللي عندي رصيد في الصيدليه اكتر من اللي انا ببيعه. دي الاصناف التوتال بتاعهم كام صنف؟ تقريبا 235 صنف. الاصناف دي بقى انا اقدر ابيعهم في اي مخزن. اقدر ان انا يعني اعمل عليهم عروض. يعني ابقى شايف ان الاصناف دي اللي هتطلع عندي اكسبيرت في الصيدليه، او عندي مشكله فيهم في رصيد، في رصيدهم عندي. يعني الاصناف دي بنسبه كبيره بيبقى عندي مشاكل فيهم، يا اما عندي مشكله في الرصيد، ان الرصيد غلط على الجهاز، مش داخل مظبوط، او انا مشتري منهم بكميات كبيره وما بعرفش ابيعهم. ايا كان، بس هو محتاج ان انا ابص عليهم. فالاصناف دي ممكن اعملهم بشيت صغير كده، اروح فاصلهم مديهم للشباب في الصيدليه يعملوا لهم جرد سريع كده. هم كلهم مش هتلاقيهم كتير، يعني بنتكلم في 235 صنف، لو اتجردوا يعني في يومين ثلاثه هيتجردوا. واشوف الرصيد الفعلي بتاعهم تفاصيله ايه، اقدر اعدل الرصيد على الجهاز، اشوف تفاصيلهم، اشوف مشاكلهم، ابقى باصص عليهم يعني. فكده احنا قسمنا الاصناف ده. خد كنترول سي برضو، انقله توتال، يعني مش كنترول ايه الاول، واخد كوبي، وهنا اروح احط رقم، دوسنا غلط. كنترول سي، وده كنترول في، تعمل ايه؟ تمام. نزل معايا اهو الشيت التوتال بتاعه. زي ما قلنا الاصناف اهي انا شايفها، شايف بقى مشاكلها، شايف بتوع شركة ايه، تفاصيلهم ايه، قبل ما يطلعوا عند اكسبيرت ابتدي انا ممكن اتخلص منهم، اشوف لهم بيع، اعمل عليهم عروض. يعني ببقى ليا نظرة طبعا فيهم كل مكان حسب الصيدلية اللي هو موجود فيه. اللي انا عملته هنا ان انا قسمت المشتريات عندي لاربع تقسيمات. التقسيمات دي خلتني شايف الصيدلية بشكل اوضح شوية. مش هشتري طبعا بالشيك ده بس، يعني بس ده بيسهل عليا الموضوع. اقدر اضيف عليه بقى في كشكول نواصل يومي اللي بيتم. بس اللي بيحصل تقريبا في الصيدليات دلوقتي ان هو بيبقى بيحط فاست موفينج على الميديم. يعني لو انا شغال بقى بكشكول نواص عادي وبكتب كل يوم النواص، فبلاقي كل يوم خمس ست صفحات محتاجين ان انا اطلبهم. اتوه وانا بطلب في الشركات، مش عارف اطلب كميات قد ايه، مش عارف انا متوسطاتي قد ايه، مش عارف
النواقص بقى اللي موجوده فعلي ما بلاقيش معايا في الاخر فلوس ان انا اوفر النواقص بتاعتي، او ما عنديش وقت كمان. ساعات بيبقى في ناس مشكلتها في الوقت اكتر كمان من الفلوس، ان هو بيطلب كل يومين ثلاثه فمش مركز مع النواقص بقى الفعل اللي موجوده في الصيدليه، وتايه في وسط الفاست موفينج وفي وسط الاصناف الميديم دي. لان بتبقى لو انا بطلب، لو صنف مثلا متوسطه في الصيدليه عندي ببيع منه في الشهر 30 ولا 40 علبه، وبطلب منه 2 في 2، فيجي كل يوم محتاج العلبتين خلصوا محتاج اطلبهم تاني، فبيبقى عندي مشكله. اولا في عميل هيجي يسال على الصنف مش هيلاقيه، ثانيا ان انا بقى كل يوم بطلبه بيبقى عندي طبعا القصه دي بتخنقني. غير في نقطه تانية ان انا كمان بلاقي بقى النواقص يعني في اصناف تانية بلاقي اتكتب مره فطلبته فرجع اتكتب تاني فطلبته، فارجع بقى بدور عليه كل يوم، في حين ان هو اصلا ممكن يكون موجود عندي في الصيدليه، او ان انا مش محتاج منه الكميات اللي انا بطلبها دي كلها. فده جهزنا البي او مع بعض وشوفنا تفاصيل، وبرضه لو في اي حد محتاج يسأل على اي حاجة هنتابع مع بعض ان شاء الله. يعني انا تحت امركم في اي حاجة هتسأل فيها. بعد كده زي ما قلنا لما قسمت المشتريات بقيت قادر دلوقتي، طب الفاست موفينج ده ممكن اشتريه من مخازن فيبقى عارف انه هيتحرك بسرعه، فازود الربحيه ان انا اشتريه بخصم اعلى شويه. اخلي الاصناف الميديم مع الشركات، فيبقى عندي تعامل مع الشركات برضو، لو طلع فيهم اكسبايرد طلع فيهم مشاكل الاصناف دي ابقى عارف ان انا ارجعها. فابقى قادر اقسم المشتريات بتاعتي بين المخازن والشركات على حسب الاحتياجات بتاعتي، واقدر اعمل كي بي ايز للمشتريات. يعني لو عندي حد مساعد او صيدلي معايا في الصيدليه بيشتري اقدر ابقى شايف، يعني انا المفروض زي ما قلنا في الاول التوتال الصيدليه المفروض دي كانت تشتري ب 135,000، لو لقيت في اخر الشهر انا ببيع ب 300 وبشتري ب 300 يبقى انا ما بعملش حاجه. او ممكن بقى عايز متارجت ان انا بزود بقى حاجه معينه بوفر اصناف معينه، بس يبقى بالعقل برضه. يعني ما يبقاش ان انا المفروض اشتري ب 135 والاقيني مشتري ب 300، الاقيني مشتري في الاخر مثلا ب 160 170 بالكتير ما يزيدش عن كده. وده هيقلل طبعا هيظبط معدل دوران المخزون ويقلل النواقص ونسبة الهوالك والرواتب والاكسبيرت اللي بتطلع عندي. تاني حاجة، يعني لولا ان في سيستم او ان انا شايف بسيستم ما كنتش هقدر ان انا ابص على الاصناف دي كلها، مش هقدر ان انا اطلع شيت، مش هقدر اشتغل عليه. لو عندي شيت زي ده وعندي مثلا شات جي بي تي او جيميناي اقدر ان انا ارفع له الشيت نفسه واقول له بقى ايه الاصناف اللي معدل دورانها سريع، يقدر يساعدني. ممكن يساعدني في البي او كمان، يعني ممكن لو اديته الشيت ده نفسه واديته شويه كي بي ايز يعملها، او حطيت له شويه كيوردز كده اقول له اعمل لي واحد اتنين تلاته، هيقدر ان هو يساعدني في ده كله. بس لازم يكون عندي في الاخر شيت، لازم يكون عندي مبيعات، لازم يكون عندي ارقام ابتدي اشتغل عليها. الصادرات اللي لحد دلوقتي للاسف في صادرات شغاله مانيوال، ده يعني بيخلي الشغل صعب جدا، بيخليك مش قادر تكنترول المشاكل وتكنترول الحلول بتاعت الحاجات دي كلها. واخيرا انا كنت معاكم محمد السروجي، يعني صيدلي خدت خبره الحمد لله شويه في موضوع الصيدليات ومشاكلها وتفاصيلها، ويعني بعد برضو شويه دراسات كده في الماجستير الحمد لله كان الواحد استفاد شويه حاجات، ضاف لنفسه شويه معلومات حبيت ان انا اشاركها معاكم. يعني لعل الفايده تعم على الجميع ان شاء الله، وانا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله لو حد احتاج اي حاجه.